السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الانجليش برايم 2 الترم الاول. طبعا في البدايه لو بتشوفوني لاول مره اتمنى ان تدوسوا على كلمه سبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره، او كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. وطبعا لو استفدتوا باي حاجه من محتوى الفيديو ما تنسونيش في لايك. طيب تعالوا احنا دلوقتي في chapter 2 lesson 2 unit 2 عفوا unit 2 في lesson 2. طبعا هي phonics. بنتكلم برضو ما زلنا على الشورت فاولز. طبعا احنا خدنا الاي والاي في unit 1، هنا هناخد في اليو والاو. طيب اليو صوتها بيكون مفخم. يعني ايه مفخم؟ يعني مثلا كلمة زي هنقرأ الكلمة ديت فهقول صن بصوا كده معايا هنا. لو هتكلم عن صوتين اتنين فهقول ب ك د ف ج ه ج ك ل. طبعا وهنا اليو بعد واحد كونسونانت، حرف كونسونانت. م ن ب ق ر س ت ف ي ز. طيب تعالوا نشوف بقى هنا الكلمات. صن كب كب بن. طيب يبقى ديت الليتر يو. طيب انا هديكم كلمات، تعالوا نقرأ كده كلمات كتيرة شوية على ليتر يو بثري ساوندز. طبعا ده كتاب توب جرامر، توب فونكس، شورت فاولز. فانا هنا هقول كب هب نب رب صب طب بد كد دد مد. طبعا الولاد ممكن يقرأوا الكلمات ديت، هتكتبوها في الكراسة وهم يقرأوا بالعمود كده الأول الفاميلي أب، وبعد كده هيقرأوا الفاميلي أد وفاميلي أج وأم وأت، وبعد كده هيقرأوا كده وبعد القراءة هيتملوا. طيب فاميلي أد بد كد دد مد. فاميلي أج بج دج هج جج لج مج بج رج تج. بم فم gum num pun rum sum but cut got hot jot not rat. طيب دوت letter U. طيب تعالوا بقى نشوف letter O. الأو صوتها عامل زي الضمة، صوتها عامل زي الضمة، فبضم كده وانا بقول الصوت. طب الاول هناخدها مع 1 لما بتيجي كده بعد الكونسونانت على طول. ب ك د ف ج ه جو ك لو م نو ب ف ر س ت و ي ز. طيب عايزين ناخدها مع كلمات. نقرأ بقى كلمة جب كب جب جب لب مب رب صب بج كج دج فج هج جج لج كب هب مب بب تب كت دوت جوت هوت جوت لوت نوت بوت روت بوكس فوكس بوكس مام رد. طيب هنا الكلمات اللي موجودة عندي ايه؟ دج دج بوكس فوكس. هنا طبعا look circle and write. بص واعمل سيركل على الحرف واكتبه. dog ها sun you cub you fox o. طيب هنا طبعا هنا هكتب الحرف الناقص وهنا هختار we can see the نقط in the morning. بشوف ايه in the morning؟ الصبح بشوف ايه؟ الsun ولا البوكس؟ طبعا بشوف sun. I drink tea in my cup ولا bun؟ طبعا cup اللي هي الكوباية. My favorite animal is the dog ولا بوكس؟ the animal، فالانيمال ده ايه؟ dog. My sister loves to eat the، اختي بتحب تاكل الsun ولا البن؟ طبعا bun. هنا هكتب الكلمات كل كلمة، وهنا هكتب برضو هرتب الحروف عشان اكون كلمة. وهنا برضو هنا بقى عايزني اكتب sentence.
السؤال ده مهم جدا على انه بيدرب الولاد بعد كده ان هم يعملوا باراجراف لوحدهم. فانا هنا بيقول ممكن اقول ايه؟ it's a box او this is a box. ها it's a fox او this is a fox. طبعا دي مكتوبة غلط، هو مش عايز كلمات، هو عايز sentence. طيب هنا bun، فين البن؟ اهي. بوكس اهو. كاب اهو. طيب هنا دوج، طبعا دي فوكس اهو. صن اهو. هنا بقى التمرين ده برضو حلو ومهم الولاد تتمرنوا عليه. دي قطعة بتيجي انا بقرأها وبشوف ايه اللي يناسبها من هنا. فانا عندي كلمة فوكس، كلمة دوج، كلمة يلو. I am محمد. I love animals. My favorite animals are dogs. الحيوانات المفضلة عندي الدوجز. and نقط. هو بيقول انا بحب الدوجز، فطبيعي ان هو بيحب. هقول دوج ولا يلو ولا فوكسز؟ هقول فوكسز. I have نقط at home. I have yellow at home ولا I have dog at home؟ طبعا I have dog at home. طيب كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوا من اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.